برغم عشقنا لمسمى مصر اللي اتولدنا بنعرف اسمه كده، لكن لما كبرنا عرفنا ان اسمه الاصلي كامت وإيجيبت، ودي مش الترجمة. هو في حد بيترجم اسمه؟ ولما دورنا شوية عرفنا ان ولاد العم سام خدعوا اجدادنا ونصبوا عليهم لما اطلقوا على بلدنا اسم مصر. وطبعا ده ما كانش صدفة، مش قلنا سوسة النخل شغالة من يومها؟ فين مصر الحقيقية اللي اتذكرت باللعن والدمار في كل الكتب المقدسة، لكن احنا بنتغافل عن ده وبنعمل نفسنا مش واخدين بالنا وبنردد تفسيرات غبية ملهاش دعوة بنص القرآن. مصر الحقيقية بادت زيها زي ما بادت جارتها إرم ذات العماد، والسلالة الحاكمة في المقاطعتين البائدتين دول كانت من جد واحد هو أرام بن سام، وذرية الجد ده اتفرعت لسلالتين زي العرب والإسرائيليين من سلالة إبراهيم. استغل ولاد العم سام إبادة ودمار سلالة سام بن نوح، ولأنها لم تدون تاريخيا بشكل صحيح حاولوا يستغلوا الأمر ده بنوع من التعتيم التاريخي على الحقائق، وأشاعوا في كل الكتب والمراجع العلمية إن البائدين بعد ما بادوا بأسلحة الدمار الشامل الإلهية انتشروا وتوزعوا هم ولغتهم الأرامية ولا السامية، وسكنوا في دول بحجم آلاف الكيلومترات بدل الجغرافيا الضيقة اللي كانوا عايشين فيها بين الجبال والأودية في أماكن ما تزيدش مساحتها عن بضع كيلومترات شمال وغرب جزيرة العرب، جنب السكان التانيين العرب والقبائل العريقة من غير سلالة الأنبياء. يعني ما كانوش لوحدهم وما فيش غيرهم. وموقع مصر الحقيقية اللي دارت فيها كل الحكايات لما ندور عليه في البراري والصحاري القاحلة اللي كان عايش فيها البدو الرحل، واللي كان أسلوب حياتهم الغزو والسطو على القوافل، مش هنلاقي لهم أثر لأنهم بيموتوا وبتموت مواشيهم وبتندثر خيامهم ومش بيسيبوا وراهم حاجة. يعني غلط نروح للآثار والتماثيل ونشاور على ملوك أي بلد وندور مين فيهم فرعونهم. ما عندناش غير كتبهم المقدسة اللي هم كتبوها بإيديهم، وحكولنا عن ملوكهم وأنبيائهم في جغرافيتهم الضيقة بين الجبال والأودية، وندور على الأسامي هناك وتطورها في اللغة واختلاف نطقها بين اللهجات مع بعض الوقائع والمعالم الجغرافية والنقوش على الصخور اللي كشفت عنها السيول مؤخرا بعد ما انطمس واتسرق الكتير من شواهد التاريخ في جزيرة العرب. واحنا بندور على المكان لازم نعرف مين اللي ساعدهم طول السنين دي في تسكين وتوطين تزويرهم في بلادنا، وحنلاقيهم للأسف هم القائمين على المعتقدات الدينية وكتب المفسرين الأوائل وواضعي كتب الأحاديث المنسوبة زورا للنبي ومؤلفي علوم الكتاب اللي فرغت الدين من مضمونه، واللي ساهمت بنصيب الأسد في ترويج أكاذيبهم وجعلت الدين مغشوش مجرد عبارات لفظية بتتقال، والمؤمن مطمن على كده إنه عمل اللي عليه. بالإضافة للنقلة حاملي الشهادات العليا والأكاديميين اللي بينقلوا عمياني عن الغرب ومن بعضهم وواثقين ثقة عمياء في علمية خصومهم. غياب الحقيقة بيشوه الأفكار، والأفكار المشوهة مش بس بتهدم كيان الإنسان، لكن بتهدم كمان شعوب وأوطان بكاملها. يا ترى العلماء لما عملوا كده ما كانوش واخدين بالهم، ولا هم ما كانوش علماء أصلا ولابسين دين بس؟
وهم في الحقيقة بيخدموا قومهم اللي بيسموا نفسهم شعب الله المختار. احنا عارفين ان مؤسسة يكتبون الكتاب بأيديهم ما بتطلعش معاش، يعني مازالوا بيغذوا التزوير والتدليس في الدين، وبيحاربوا أي حد يحاول يفكك المنظومة الجهنمية دي وسرديتها المكذوبة في الدين والتاريخ. نقد الثوابت اللي هي مش ثوابت ولا هي من أولوياتنا من أصعب الأمور على الناقد، وإن الناس يتقبلوه مهما كان الدليل دامغ ومنطقي، لأن الزمن بيضفي مساحة قدسية على اللا مقدس، وحتى المسروقات بتكون ملك مقدس لأحفاد اللص. بس المنصوب عليهم ليه بيدافعوا عن رواية اللي نصب عليهم ومتمسكين بيها؟ هو دينهم ووطنهم مش غالي عليهم زي ما بيقولوا؟ بجاحة النصاب ووجوده بينهم متوقف على استقبالهم وتصديقهم كذبه. يعني لو حس اللص انه كذاب ومخادع وكذبته ما بتنطليش على حد، هيلاقي نفسه متعري بكذبته ومشغول يرقع فيها، عسى يعرف يسترد سرقته ويضحك على البشر من جديد. واحنا بندور على مصر او مصرايم فين، اكيد هنلاقي جنبها يهوذا واورشليم زي ما قالوا لنا في كتبهم المقدسه. يعني لو لقينا حاجه في الشام يبقى اكيد الممالك دي جنبها، او لو لقينا حاجه في جزيره العرب يبقى حتما هنلاقي اثر او ذكر ليهوذا واورشليم هناك، اللي فلقنا بسيره الهيكل المزعوم بتاعهم فيها. لأنه مش معقول تبقى أورشليم في فلسطين وسبأ ومعن ومصرا في اليمن، لأن كل دول ممالك عشائرية كانت بتكون تحالفات عصبية مع وضد بعضها البعض. هيرودوت لما زارنا في القرن الخامس قبل الميلاد وعاش عندنا 7 سنين اتكلم عن بلدنا باسمها إيجيبت، وما جابش سيرة حادثة فرعون وموسى إنها حصلت عندنا، أو سمع من الكهنة أو الناس إن عندهم علم بيها، أو ثابت أثر في حياتهم إنهم بيسموا مثلا ملوكهم بالفراعين. ولما زار سوريا التاريخية واتكلم عنها ما جابش سيرة أورشليم ولا هيكل ولا مقدسات فيها من أي نوع. والكاتب الإغريقي أبولودور ذكر في القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد إنه وجد في ذاكرة العالم القديم بقايا معلومة عن مملكة باسم مصرايم في جزيرة العرب. والإخباريين العرب كمان رووا إن عشيرة الفراعنة من قبيلة العماليق نزحوا الحتة اسمها مصر وحكموها، وبطبيعة الحال وادي النيل ما عرفتش أبدا عماليق حكموها، لأن دول مساكنهم زي ما قالوا لنا هم برضو إنهم كانوا في جزيرة العرب وما خرجوش منها حتى بادوا بأسلحة الدمار الشامل الإلهية. وجيمس هنري بريستد ذكر إن مصر الوردة في رسائل تل العمارنة ترجع لبلاد غير معروفة تقع شمال جزيرة العرب، ويشبه اسمها اسم مصر الحالية المتعارف عليها اليوم لبلاد وادي النيل. وغيرهم من الباحثين شايفين وجوب إعادة نقل جغرافيا التوراة لجزيرة العرب، وإن ده السبيل الوحيد لرفع التناقضات بين أسماء القرى والجبال والأودية وبين الآثار الميدانية، ولكن لا حياة لمن تنادي. لما نروح جزيرة العرب هنلاقي في جنوب السعودية في أبها والباحة ونجران وجيزان وخميس مشيط 28 قرية اسمها فرعة، وده النطق العبري للكلمة العربية فرعون، اللي مازال العائلات هناك محتفظين بنسبهم من 3000 سنة على الأقل. وقرية قطوف المصري، قطوف يعني عنب،
يعني قرية العنب المصري، وعنب قصة يوسف الشهيرة والجنات المعروشة اللي كان عايش فيها فرعون مصر. ده ايه علاقته بكامة وادي النيل القديمة؟ قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في تفسير الطبري أورثنا لأنه أورث بني إسرائيل بمهلك من كان فيها من العمالقة، وده معناه إن فرعون وقومه كانوا من العماليق أولاد عمومة بني إسرائيل. وعن مجاهد في تفسير الطبري بيقول لنا: يعرشون يعني يبنون البيوت والمساكن ما بلغت، وكان عنبهم غير معرش. إيه علاقة وادي النيل بالعنب؟ الفاكهة اللي عمرها ما ظهرت على أي أثر عندنا. إزاي عرف مجاهد إن العنب بتاعهم ما كانش معرش؟ إلا إذا كان على علم مسبق بالناس دول اللي وصفهم ابن كثير إنهم من العماليق، وكانوا عايشين بالقرب منه في شبه جزيرة العرب. يكاد المريب ويقول خذوني. أما القرطبي فتهور أكتر في التفسير وقال الظاهر إنهم ورثوا أرض القبط، يعني مجرد تخمين كده من غير أي إشارة أو قرينة تشجعوا على التهور ده. ليه بس كده يا مولانا؟ بس ربنا قال إنه دمر البلد دي، وإحنا ما تدمرناش، ولم يتمكن بني إسرائيل من بلدنا بعد غرق فرعون وجنوده. ربنا بيقول أورثهم ومكن لهم في الأرض اللي هي مسرح الأحداث. فهل استقر بني إسرائيل في وادي النيل وتمكنوا منها بالغلبة على أهلها وشعبها؟ وهل ربنا بيقول على العمارة والقصور والأهرام دمرنا ما كانوا يعرشون؟ بالرغم أن جماعها ما زالت باقية بتسلسل تواريخها بدقة وبدون فواصل زمنية يكون حصل فيها أي خراب. وبعدين القصور والأهرامات والمعابد لا يسري معاها استخدام يعرشون، لأنها بناء من الأحجار والجرانيت مش عرايش عنب أو أسقف خشبية. والأهرامات من غير سقف أصلاً، لأنها بناء قائم على نظرية هندسية ما تحتاجش لسقف، والأصل فيها مش التعريش وإنما هندسة التقعيد والصعود المائل حتى يتلاشى حيز السقف. ومنطقة وادي النيل عموما لا يتسق مع العمارة المنتشرة فيها لفظ يعرشون. هنا بيقول لنا الباحث السعودي الدكتور أحمد القشاش إن منطقة عسير كانوا على مدار تاريخهم بيسكنوا بيوت معروشة بالقش والحطب وروث البهائم مع الطين وبلا أبواب خشبية، وبيعملوا فتحات صغيرة بيحطوا عليها ستاير قصيرة. وبعدين ربنا قال فرعون ذو الأوتاد. إزاي فسر المفسرين إن الأوتاد هي الأهرامات؟ وهل الأهرامات اتبنت في عصر بني إسرائيل؟ الهرم الأكبر اتبنى قبل الأحداث دي ب2000 سنة على الأقل. إزاي ألحقوا الله بحاكم جه بعد 2000 سنة؟ وكلمة الأوتاد وردت في القرآن بمعنى الجبال، ومنطقة عسير بطبيعتها جبلية. هو إيه اللي بيحصل؟ ليه الرواية الدينية ملوي رقبتها بالشكل ده؟ والمصلحة مين؟ ملينا واحنا نسمع اللغة العربية غنية بألفاظها ومعانيها. ليه احنا محشورين في تفسيرات وتكهنات بتاعت ناس ما عملتش اي بحث لا لغوي ولا تاريخي ولا جغرافي او ميداني، وكمان بيسموا اللي كتبوه دين، واوعى تيجي جنبه الا تهد الدين. بيقول لنا دكتور كمال صليبي أستاذ الألسن في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو بيبحث الموضوع ده جه معاه بالصدفة.
فكان بيدور على أسماء الأماكن ذات الأصول غير العربية في غرب جزيرة العرب، وتفاجئ بوجود أرض التوراة كلها هناك في منطقة بطول 600 كيلومتر وعرض 200 كيلومتر تشمل عسير والجزء الجنوبي من أرض الحجاز. بيقول لنا أول ما شد انتباهه في المنطقة دي أسماء الأماكن المذكورة في التوراة، وبسرعة اكتشف إن جميع أسماء الأماكن التوراتية العالقة في ذهنه ما زالوا موجودين، وتبين له إن الخريطة اللي يقدر يستخلصها من نصوص التوراة في أصلها العبري، سواء من ناحية أسماء الأماكن أو من ناحية القرائن والإحداثيات، تتطابق تماما مع خريطة الأرض في شبه جزيرة العرب. وده مهم جدا مبدئيا، لأنه لم يثبت أبدا أي تطابق بين الخريطة الموصوفة في التوراة مع الخريطة من النيل للفرات، مهما حاولوا يزوروا ويزرعوا أسماء للجبال والأودية والأنهار. وأسماء المناطق والقرى اللي ذكرتها التوراة بأنها كانت مجاورة لمصر اللي بادت، ما زالت المحطات والتخوم موجودة بأسمائها في منطقة عسير. ولأن مصر دي إمارة بائدة وربنا قال إنه أبدها ودمرها عقابا لفرعون حاكمها وشعبه، فمن المتصور إننا نلاقي بقايا القومية دي متناثرة في المكان، سواء بقية أسماء المناطق والأنهار والجبال والأودية، وبعض أسماء الأشخاص التوراتية ما زالت موجودة هناك لكن باللكنة العربية. وانتهى في قراءته التحليلية الدقيقة للجغرافيا التوراتية التاريخية ومزجها مع الجغرافيا العربية الحالية في منطقة عسير، وحاول المطابقة بين أسماء القرى والمناطق والأنهار وحتى أسماء القبائل المعروفة. انتهى إلى أن قرية المصرمة الموجودة هناك بحوض وادي بيشة هي مقر إمارة مصرايم القديمة اللي ورد ذكرها في القرآن بلسان العرب باسم مصر، وهي المكان اللي حصلت فيه قصة يوسف وقصة مريم ابنة عمران وابنها عيسى ابن مريم وموسى كمان. لو تتبعنا الخريطة التوراتية للقصة على خريطة عسير بكل سهولة، ومش خريطة فلسطين أو وادي النيل أبداً. الدكتور كمال صليبي كان السباق في تحديد موقع الأرض الموعودة اللي ملوا الدنيا صراخ وعويل إنهم يستحقوها بالصك الإلهي المزعوم، واللي اشتغل على زرع الوهم ده اللاهوتيين بتوعهم. نجح الدكتور صليبي بتعيين أسماء العشائر المتناثرة في جزيرة العرب بمنهجية لغوية كونه عالم في الألسنيات، ووصل لنتيجة مفادها إن الأرض المعنية في التوراة هي أراضي تقع في جزيرة العرب وفي جبال السورات التهامية، وتحديداً في منطقة عسير، وإن نهر مصرايم في وعد يهوى لإبراهيم لم يكن نهر النيل في شمال أفريقيا، بل في وادي ليا اللي بينبع من الجبال اليمنية، ومجرى الوادي ده ناحية صمتة جنوب منطقة جيزان، وبيمر بقرية مصرم اللي مازال اسمها موجود إلى اليوم. أما نهر فرت فهو بلا شك وادي أضم، وهناك حتى اليوم قرية الفرت وقريتين الفرات السفلى وشعبة الفرات. زي ما نقلوا حكاياتهم في مصر البائدة وركبوها عندنا باختراع لفظ الهكسوس في الكتب، واللي اتعممت على كتب المدارس والجامعات والمراجع العلمية، نجحوا في استنساخ أسامي الأنهار والجداول والأودية وزرعها في العراق وسوريا ووادي النيل، وعايزين ينهبوا كل الأراضي نهب مقدس. جيزان موجودة باسمها إلى الآن، مش محتاجين نألف حكايات إنها كانت في محافظة الشرقية باسم جسان عندنا، ولا البعثات الأثرية تقيم هناك عشان تزرع اسم قنطيرة كمكان مولد نبيهم موسى اللي شقوه في حياته ومماته. وبقية أسماء الدول اللي اخترعوها وعملوا ازدواجية في الأسماء
باللغات المختلفة عشان يحبكوا الكذب على الشعوب، زي الأردن اللي هي كانت يردن، مجرد مضرب خيام لإحدى العشائر جنوب جزيرة العرب أصبحت دولة وملك وشعب ما يستحقش يعيش فيها، لأن هم الأصل زي ما بيصوروا للناس. وغيرها كمان زي اليونان اللي هي اسم نبي جالهم في مقاطعتهم، النبي يونس، خدوا اسمه وسافروا بيه ووهموا الناس إن حكايته كانت هناك، ويسيبوا الشعوب تكمل القصة بمخيلتها طول مئات السنين. وطبعا التيار اللاهوتي مش ساكت، بيلف العالم يعمل مؤتمرات وورش عمل، يرمي ورقة عمل هنا وهناك وبحث جديد ما نعرفش مين عمله، وبيعزم علماء الآثار والتاريخ من كل مكان، وبيستقطبوهم بالمنح الدراسية لأولادهم في جامعات الغرب، والوعود بكرسي الأستاذية في بلادهم، وصناعتهم كنجوم في مجالهم لا يشق لهم غبار، وطبع كتبهم باللغات المختلفة، حتى وصلت الجوائز لبرنيطة باسمهم، والوجهاء دول بيبلعونا تزويرهم، والنتيجة العك العلمي اللي احنا عايشينه على لسان المتخصصين وبيروجوه. واوعى تفتح بقك، هو انت متخصص؟ والمدهش انه في نفس الفترة وصل لنفس النتيجة الدكتور والدبلوماسي السوري أحمد داوود، عرف معالم مملكة داوود تاريخيا، وحدد موقع أورشليم اللي تبين له إنها مجرد مغارة تقع على تقاطع خط تجاري قديم قرب مدينة الباحة جنوب مكة، ووصل لنتيجة إن بني إسرائيل ما هم إلا بضع مئات من العرب اللي كانوا عايشين في منطقة عسير من أيام موسى، واللي بتذكرها التوراة باسم سعير. وحدد كمان موقع مصر البائدة اللي كان فيها كل الحكايات من تقسيمات التوراة لبني إسرائيل ذاتها، لأنها تقع أعالي جبال السراء في منطقة غامد في جزيرة العرب، ورسم خريطة بتحدد الأرض الموعودة بدقة عالية، وهي لا تزيد عن بضع كيلومترات، كمرعى لأبوهم إبراهيم اللي هم بيدعوا إنهم ورثته. وبعدها اقتحم الميدان بسرعة الباحث العراقي فاضل الربيعي، اللي وقع تحت إيده بالصدفة هو كمان كتاب الهمداني، اللي فيه بيسرد نفس الأسامي الواردة في التوراة، وهو بيوصف جغرافيا اليمن في زمن، وإن اللغة الرسمية في إسرائيل اليوم اتشكلت في الأصل من لهجات يمنية، وتسمى العبرية الصنعانية أو السبائية نسبة لصنعاء أو سبأ، وعبرية يعني لهجة أو الطريقة اللي بيعبروا بيها من تعبير، لكن التزوير خلاها قومية وخصائص سكانية ووعود إلهية. والرحالة السوري نزيه المؤيد اللي اتقابل في قاع اليهود في اليمن مع عدة أشخاص من كبار اليهود، وسألهم عن أصل اليهود اليمنيين وعن أحوالهم وأشغالهم، ونقل لنا حديثه مع حاخامهم الأكبر يحيى بن إسحاق في داره. فقال كان لليهود مدينة عظيمة، وكان لهم ملك فخيم في شرق صنعاء، وهو اللي أسسها، الملك سليمان بن داود. وفي حتة تانية بيشدد الباحث اللبناني فرج الله ديب في كتابه اليمن وأنبياء التوراة، بيذكر أسماء الأماكن اليمنية المرتبطة بالتراث اليهودي، زي مدينة حبرون اللي اندفن فيها النبي إبراهيم، وغيرها من الأماكن والشواهد اللغوية اللي بتأكد إن اليمن هي أرض التوراة. فأزال وحضرموت هم اسمين لاتنين من أبناء هود، وأزال هو اسم عاصمة اليمن حتى القرن السادس الميلادي. والنبي إبراهيم رحل من أورقسديم أي من بلاد بني قاصد، وهي اليوم يافع في محافظة لحج الجنوبية، إلى مصر، وهي منطقة بين مدينتين يريم وإب وسط اليمن.
ده يعني مصر المذكورة في التوراة مش هي مصر الحالية وادي النيل اللي طول عمرها اسمها إيجيبت أو بلاد القبط. أما الباحث الفلسطيني زياد منى فتتبع موقع إقامة أسباط اليهود ال12 في جنوب غرب جزيرة العرب من خلال وقوفه على 3 كلمات هي حمير وبرية وتيمن، وتتبع مواضعهم وتوزيعاتهم الجغرافية في جزيرة العرب بدقة بالغة في كتابه جغرافيا التوراة مصر وبنو إسرائيل في عسير. لو رجعنا بالزمن لورا وقبل ظهور الإسلام في جزيرة العرب، لقى الباحث هالفي في منخفض في اليمن على بعد 20 دقيقة من العاصمة القديمة معين لوحة اتكتبت من 1500 سنة باللغة المعينية من 4 جوانب، ونشر النصوص دي الباحث مالكر، وقال إنه ورد فيها اسم مصر 7 مرات، وبتحكي النصوص دي عن تعيين سيدات في المعبد اللي جم من بلدان مجاورة من قتبان وحضرموت ويثرب ومن مصر. ومن هنا نقدر نعرف إن كان في جزيرة العرب مقاطعة تحمل اسم مصر قبل نزول القرآن، وهي البلدة الوحيدة المعروفة بالاسم ده ومش بلاد وادي النيل. وهنا بيقول لنا دكتور أحمد القشاش إن التوراة دايما تذكر أرض كوش مع سبأ ومصر، ونص قاموس الكتاب المقدس إن الكوشيين كانوا عرب بيجاوروا أرض سبأ ومصر وخولان، وكان موطنهم غرب جزيرة العرب. وده بيفسر خروج موسى من مصر والتقائه بأهل مدين وزواجه من امرأة كوشية، يعني كلهم كانوا في مكان واحد قريب من بعضه. وكمان التوراة ذكرت إن كوش أرضا يسقيها دجلة والفرات، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، والجنة دي منطقة بتسقى من النهر ده اللي بيتفرع على 4 رؤوس. اسم واحد فيثون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة أرض الذهب، والنهر التاني جيحون وهو بيحيط بأرض كوش، والتالت حداقل الجاري شرق أشور، والرابع الفرات أو فرت. وده بيفكرنا بالحديث المنسوب زورا للرسول إن ال4 أنهار دول من أنهار الجنة، جنة الآخرة. أتاري المقصود هو اسم منطقة في أرض الكوشيين اللي بتوصفه التوراة باسم الجنة، وده الحديث اللي كان بيرويه كعب الأحبار على المستجدين على الإسلام، وهو بيوصف لهم الأنهار من بيئته اللي هو جاي منها على إنهم من الأنهار المقدسة اللي هنشوفها في الجنة لما نروحها إن شاء الله، ونسب كلامه لحديث للرسول. وده نموذج واضح على محاولاتهم المبكرة من جعل الإسلام نسخة أخرى من الكتب اللي كتبوها بإيديهم من خلال الباب الخلفي اللي صنعوه، بيحطوا فيه كل اللي يعطل آيات القرآن ويتحكموا في عقيدة المسلم. يعني المنطقة بالكامل مربوطة بشبكة من الجداول النهرية المتفرعة من نهر واحد، ومن بين الجداول دي نهرين حداقل والفرات يرويان أرض كوش. لكن التفسيرات الصهيونية بتقول إن حداقل والفرات في العراق، وأرض كوش هي إثيوبيا، وبيقولوا إن موسى خرج من وادي النيل باتجاه مدين في الأردن، فإزاي اتجوز النبي موسى امرأة من كوش اللي أسقطوها على إثيوبيا أقصى الجنوب على بعد آلاف الكيلومترات، بينما هم بيقولوا إنه راح الأردن اتجوز هناك؟ جغرافيا مش راكبة خالص. بتقول لنا التوراة في إحدى نبوءاتها اللي بيعملوا لها إسقاط عندنا وبيفولوا بيها علينا: ويأتي سيف على مصر ويكون في كوش خوف شديد عند سقوط القتلى في مصر، ويأخذون ثروتها وتهدم أسسها، يسقط معهم بالسيف كوش وفوط ولود وكل الأعراب.
وفي الترجمات اللي جت بعد كده تم استبدال كلمة كل الأعراب بكل اللفيف عشان ما يتكشفش الأمر إن مصر المذكورة هي من عشائر العرب ومش إمبراطورية وادي النيل، لأنها أعجمية بالنسبة لهم ومش عربية. والنص ده بيأكد إن الأنهار الأربعة هي 4 رؤوس تتفرع من نهر واحد لتروي أراضي كوش ومصر وما حولها، بينما مصر وادي النيل بيرويها نهر واحد هو نهر النيل. ورد في سفر التكوين 25 عن ولد إسماعيل بن إبراهيم: وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر، حينما تجيء نحو أشور أمام جميع إخوته نزل. وفي سفر صموئيل 15: وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك إلى شور التي مقابل مصر. وطبعا التفسيرات الصهيونية بتسقط شور على أشور وبتسميها سوريا، ومصر طبعا لزقت في إمبراطورية وادي النيل. مستحيل توصف بلد ببلاد حواليها إلا إذا كانت مجاورة ليها ولازقة فيها. يعني لو حاولنا نوصف السعودية مثلا نقول هي بلاد الحجاز الواقعة بين عمان واليمن والبحر الأحمر والأردن. لكن لو وصفناها إنها مقابل تركيا وقدام جنوب إفريقيا، يبقى احنا عايزين نحتل كل الأماكن دي وبلاد الشام وإفريقيا كلها لو بنفكر بعقلية ولاد العم سام. إذن كل المناطق اللي بتوصفها التوراة هي أماكن العشائر المتجاورة في نطاق جغرافي واحد. والباحث السعودي دكتور أحمد القشاش بيحكي لنا دليل كمان على عروبة مصر دي وموقعها بين العشائر. بيحكي لنا إنه حصلت وقعة بين السبئيين والخولانيين على قافلة معينية في موضع يسمى مصر بين معين ورجمة اللي هي دلوقتي نجران. وطبعا مصر دي ملهاش علاقة بوادي النيل. القافلة دي نجت من الغزاة وشكروا الآلهة بتاعتهم لأنها ساعدتهم في محنتهم، ودونوا نص بالحادثة دي في معبدهم. اتكرر ذكر مصر في التوراة حوالي 600 مرة حتى بعد خروجهم منها مع النبي موسى. بالرغم من كده ولاد العم سام ما بيبطلوش حقدهم على البلد دي اللي شافوا فيها الهوان زي ما بيقولوا. وتكرر ذكر مصر مقترنة بأرض كوش وفوط ولود. وفي سفر إرميا وفي السياق نفسه اتذكرت مصر مقترنة بشجرة الضرو اللي مش بتنبت إلا في غرب وجنوب جزيرة العرب. وفي سفر إرميا 46 من 9 ل 11 وهو بيخاطب فتاة من أرض مصر تبحث لنفسها عن علاج فعال، قال لها: اصعدي إلى جلعاد وخذي ضروا أيتها العذراء ابنة مصر. بيفترض شراح الكتاب المقدس إن جلعاد دي تقع في منطقة جبلية وعرة شرق الأردن، فهل ينفع فتاة عذراء يعني صغيرة في السن تصعد من مصر وادي النيل وتوصل لشرق الأردن عشان تدور على شجرة ضرو وتعدي صحاري وأودية وجبال وتقطع آلاف الكيلومترات، في حين إن فتاة مصر الموجودة جنوب جزيرة العرب يمكنها أنها تحصل على الضرو بطريقة أسهل نظرا لوجود الشجرة دي في موطنها من جبال جنوب غرب جزيرة العرب. حتى ابن تيمية اللي بيثق في علمه ناس كتير في شرحه لقوله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا لأن الهبوط يكون من علو إلى أسفل، وعند أرض السراء حيث كان بني إسرائيل حيال السراء المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد قيل له هبط. وكمان في نص عن ابن القيم: وبنو إسرائيل كانوا بجبال السراء المشرفة على مصر. ودي إشارة صريحة من الاتنين اللي بيعتبرهم ناس كتير شيوخ الإسلام
إن مصر المذكورة في القرآن تقع في منطقة جبال السرعة جنوب غرب جزيرة العرب اللي بتشرف على المكان ده، سواء كان المراد منه مصر من الأمصار زي ما قال ابن تيمية، أو اسم بلد بعينه زي ما قال ابن القيم. والحقيقة الأمصار كتير هناك في جزيرة العرب، يعني الاتنين صح. خلاصة القول إن كوش حفيد النبي نوح كان له أبناء كتير، من بينهم السبائيين والخولانيين. وكانت زوجة النبي موسى كوشية اسمها صفورة أو صفراء، ما يعني إن كل فصائل أنساب كوش كانت داخل جزيرة العرب، ومحدش منهم هاجر لإثيوبيا أو لأي حتة تانية، لأن التوراة نفسها بتثبت إن أبناء كوش كانوا عصابات قطاع طرق داخل جزيرة العرب ذاتها، ومنهم الخولانيين والسبائيين. وكمان طوفان نوح ما طالش أي نطاق جغرافي خارج جزيرة العرب، وإحنا في وادي النيل كنا عايشين في أمان بنعمل إبداعات، وما سمعناش حاجة عن الطوفان ده، ولا كنا دوناه وإحنا أمة مهووسة بالتدوين. والعراقيين هم اللي وصل لهم بعض أثاره، سجلوا بعض الملحوظات عنه. إذن الموطن الأصلي لولاد العم سام كان في جزيرة العرب، وكل تحركاتهم كانت بين اليمن والحجاز، لكنهم بينكروا إن جذورهم نبتت هناك. وده بيفسر عمليات التصحيح للنصوص التوراتية المتكررة بهدف اقتلاع الخريطة التوراتية من جزيرة العرب اللي لقوا فيها العذاب والذل والهوان، ولعنوها بعد ما سحقت ممالكهم فيها أكتر من مرة. ورغبتهم في استزراع خريطة توراتية من جديد في أرض نظيفة خصبة وغنية تعوضهم عما سلف. بيحاولوا يزرعوا الخريطة دي تكون على مساحة أكبر، ومش بتقف عند حدود العشيرة أو القرية، إنما بتتمدد لتشمل دول بأكملها بين قارتين مختلفتين، تمتد من نهر الفرات شمالا في العراق إلى نهر النيل، مرورا بأرض الحجاز والشام وفلسطين وسوريا والأردن ولبنان، باعتبار الدول دي هي ورد ذكرها في تاريخهم التوراتي. ونجحوا للأسف في إقناع الناس بتفسير القرآن وفقا للي كتبوه بإيديهم. وبكده أصبحت قرية نهرين التوراتية غرب جزيرة العرب هي بلاد ما بين النهرين العراق، وأصبحت قرية مصرايم هي إمبراطورية وادي النيل بحجم 1,000,000 كيلومتر مربع، يا بلاش. واسم اليم التوراتي الجدول المنحدر في سهول عسير هو نهر النيل مرة واحدة. وأصبحت قرية قدس اليهودية اللي في اليمن هي مدينة القدس العاصمة الفلسطينية. وأصبحت عشيرة بني إسرائيل الجبلية البدوية المتنقلة بين القرى هي إمبراطورية إسرائيل المزعومة اللي بتمتد حدودها من الفرات إلى النيل، وليها مقعد في الأمم المتحدة زيها زي أمريكا وروسيا والصين والهند، ولغتهم بتدرس جنب لغات الحضارات المختلفة اللي ضربة بجذورها في عمق التاريخ. طول الوقت بيحلموا باحتلال أراضي الشعوب واستعبادهم، وده بس لأن الشعوب دي نايمة في غيبوبة. مش كفاية نعرف تاريخ وطننا، لكننا بحاجة نعرف الموطن الرئيسي لولاد العم سام اللي تفلتوا فيه طول التاريخ من العقاب الإلهي على تكبرهم وتجبرهم في الأرض، وأخدوا فرص لا حصر لها إنهم يصححوا مسارهم ومفيش فايدة. اخترعوا لنا تيمة جديدة من قرنين إنهم ورثة أبوهم إبراهيم، وراجعين للمنطقة بتفسيرات للكتاب اللي كتبوه بإيديهم إن أبوهم اللي كان واقف على باب خيمته
في بلوطة ممرة جنوب جزيرة العرب كان بينظر شرقا وغربا وقادر يشوف المساحة من الفرات إلى النيل. وربنا وعده بالأرض دي كمرعى لغنماته، وادى الأردن مرعى الغنمات ابن أخوه لوط. والحقيقة إن مرعى إبراهيم كانت مجرد ضيعة في سفوح جبل غامد، منها كان قادر يشوف قرية عشيرة المصريين من ناحية ووادي الثرات من ناحية تانية. الثرات الكلمة اللي اتشهرت بالفرات من أيام الترجمة السبعينية، واتزرعت في الكتب المقدسة بعد كده على إنها العراق، واتضخمت الأرض الفاضية دي في المخيلة اليهودية فأصبحت تمتد لآلاف الكيلومترات بين قارتين وزعوا فيها أسماء القبائل والعشائر اللي كانوا عايشين جنبهم في الجغرافيا الضيقة على دول كاملة، زي قبائل اللوبيم والكوشيين اللي أصبحوا جيراننا من الغرب، ليبيا والجنوب السودان وإثيوبيا بعد ما سمونا احنا مصر. اللي ما يشككش الناس في الخدعة دي إنها اتعملت عبر آلاف السنين. في كل محطات الاحتلال اللي مرت بيها المنطقة بيدخلوا في ديله وبيكونوا مستشاريهم المدللين اللي طلباتهم مجابة ألا ينقلبوا عليهم ويتعاونوا مع أعدائهم ويسقطوهم. طلباتهم بتكون تواجد ثقافي واقتصادي محدود، ومنه بينطلقوا لنسيج المجتمع يزرعوا فيه خزعبلاتهم في الثقافات دي، وبيسعوا للسيطرة على مواردهم الاقتصادية لحد ما تثور عليهم الشعوب وتطردهم من بينهم. وده حصل أكتر من مرة خصوصا في أوروبا لحد ما سيطروا عليها بالكامل عن طريق الثورات والحروب على مدار قرنين. نجحوا في زرع ثقافة المخلص في كل الأديان السماوية وغير السماوية بلا استثناء، وهي في الأصل مستوردة من ثقافتهم البدوية، كونهم دايما كانوا عرضة للعبودية والسبي وتدمير مملكتهم المحدودة، ودايما بيستنوا المخلص المشيخ أو المسيح اللي هيخلصهم من العبودية واللي هيحرر لهم بيت المقدس قبلتهم اللي دايما بينطردوا من جواره بأفعالهم. ونجحوا في نقل مفهوم بيت المقدس أو المسجد الأقصى للمسلمين وخلوها قضيتهم المركزية اللي بيزايدوا بيها على بعض في المواقف السياسية. وطبعا كل ما يجيهم نبي ما بيعجبهمش، فقالوا نعمل احنا واحد وحواليه شوية شخصيات من كل بلد ونعمل بيهم فيلم كرتون على العالم، لحد ما تفتق ذهنهم لنظرية سوسة النخل، وهي إنهم يتزرعوا وسط المجتمعات بأسامي مسلمين ومسيحيين ويفضلوا عناصر خاملة لحد ما ياخدوا الإشارة، يظهروا علينا في صورة مؤسسة دينية بتبشرنا بالمهدي أو المخلص اللي هيحكم بينا العالم، أو أستاذ جامعة في الكليات اللي مش بنعمل لها قيمة بندخلها ناخد شهادة ونطلع منها نشتغل ديليفري أو سواق تاكسي، ومعانا شهادة في العلم اللي بيقتلونا بيه بالمفاهيم المغلوطة اللي بيعملوها لنا عبر أجيال متتالية بفكر مشوه عن الدين والتاريخ، وبكده يحتلوا عقولنا ويصبح من الصعب تغيير المفاهيم اللي بتقتلنا واحنا في نفس الوقت متمسكين بسكينة القاتل. وغيرهم من الشخصيات والأدوار اللي بتنخر في اقتصاد البلد واللي بيحتكر صناعة وبضاعة في وقت الأزمات، واللي بيثوروا الشعوب تعمل لهم الفوضى اللي هم عايزينها، وأول ما بيهجموا على المتاحف ذاكرة الشعوب والأماكن الأثرية ينهبوا منها كل اللي بيقول هوية الشعب ده ايه، والمخطوطات اللي عايزينها تنمحي من الوجود عشان تنتشر سرديتهم بلا مقاومة. ده ديدنهم في كل العصور من أيام حرق مكتبة اسكندرية أواخر زمن البطالمة،
واختفاء كتب مانيتون السمنودي اللي أرخ فيها لتاريخ الأسرات وغيرها، مرورا إلى عصرنا الحديث وحريق القاهرة سنة 52، واللي كانوا بيحاولوا من وقتها زرع التيار الديني في الحكم اللي هيمكنهم من الجايزة الكبرى. لكن هيهات، جالهم جيش مصر في الحكم اللي ما كانوش عاملين حسابه، عمودنا الفقري اللي على كتافه بتقوى بلدنا، وده ثابت طول التاريخ. مصر قوية طول ما الحاكم ابنها هو قائد جيشها. الصحوة من الغيبوبة هي عدوهم اللدود اللي بيحاولوا يأخروا ظهورها على قد ما يقدروا لغرضين: الأول إنهم يضللوا المزيد من البشرية بالرواية المغلوطة للدين، خدمة لإبليس إنه يودي الإنسان للنار اللي كرموا ربنا بسجود الملائكة، والتاني إنهم يحققوا حلمهم بالسيطرة على العالم ومسخ البشرية كلها اللي هم بيعتقدوا إن ربنا خلقها على هيئتهم عشان ما يتأذاش نظرهم من رؤيتنا كحيوانات أو كائنات بهيمية اتخلقنا عشان نخدمهم ونكون عبيد لهم. اللي هيمشي في ركابهم هيكون خدامهم ومش هيكسب حاجة لا في الدنيا ولا الآخرة مهما أغروه بذهبهم. تزوير التاريخ والدين هو أداتهم، واللي خدمهم فيها هم الدراويش اللي ما بيعملوش أي بحث في أي حاجة، بس بيرددوا مقولات فقهائهم اللي بيعبدوهم من دون الله وبيشربوها للناس على إنها دين. اختار، واختيارك هو اللي هتقابل بيه ربنا يوم الحساب. وما تقولش أنا مالي، انت حضرت المشهد وهتتسأل يوم القيامة فين كنت وقت وقوع الجريمة في حق البشرية جمعاء، ومش هينفعك حد، كله بيتبرأ من كله أمام العدل المنتقم.